السلام عليكم وبسم الله باش بدينا وعلى النبي صلينا. مرحبا بكم متابعي قناة حكاية مع حفيظة في حكاية جديدة من ريحة لجدود. حكايتنا اليوم ماشي بحال كاع الحكايات، هي قصة من قلب الدواير المنسية، فيها السر وفيها الغدر وفيها الوفاء اللي كيهد الجبال. جلسوا ارتاحوا وغمضوا عينيكم وسافروا معايا لعالم الخيال المغربي الأصيل. كان يا مكان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي عدنان. كانت واحد المملكة بعيدة كتحكمها غابة كثيفة كيتسموها غابة النسيات. في هذيك المملكة كان واحد الشاب سميتو الغازي، كان صياد فقير ولكن قلبه كان عامر بالنية والشجاعة. واحد النهار والغازي كيصيد لقى واحد الغزالة بيضة عينيها كيشبهوا العيون البشر. تبعها حتى وصل لواحد العين قديمة مرسومة عليها رموز غريبة. الغزالة اختفت وبان في بلاصتها واحد الخاتم ديال النقرة في حجر أخضر كيلمع بحال الزمرد. الغازي غير لبس الخاتم وهو كيسمع صوت كيهمس ليه: اللي يلبسني غيشوف اللي ما كيتشاف وغادي يفتح بيبان الخوف والإنصاف. الغازي رجع للدوار وبدا كيشوف شي حاجات غريبة، كيشوف النوايا ديال الناس اللي قلبه كحل كيبان ليه الدخان خارج من راسه، واللي قلبه بيض كيبان ليه النور. وفي ليلة من الليالي الخاتم بدا كيبرد بزاف في صبعه، وسمع صوت كيبكي من جهة القصر المهجور اللي فوق الجبل، قصر المنصور. الناس في الدوار كيقولوا باللي المنصور كان ملك عادل، ولكن اختفى هو وبنته منسية ليلة عرسها، ومن تما والقصر مسكون بالضباب والسكوت. الغازي مدفوع بالنية قرر يطلع للجبل يفك اللبس. فاش دخل القصر لقى كل شي جامد، الخدام، الطيور وحتى الورود، كل شي تحول لحجر. وفي وسط القاعة الكبيرة لقى منسية جالسة فوق الكرسي ديالها، لابسة التقشيطة ديال عرسها، ولكن هي الوحيدة اللي ما تحولاتش لحجر. كانت ناعسة واحد النعاس عميق، وكاين واحد السحر داير بها كيتسمى سحر الصمت. فجأة بان ليه واحد الشبح كحل هو الساحر غدران اللي سحر المملكة باش ياخد الكنز. الساحر قال للغازي بسخرية: هداك الخاتم اللي في يدك هو الساروت، ولكن باش تفك السحر خاصك تجيب دموع الوفاء من 7 ديال العيون في ليلة واحدة. الغازي ما استسلمش وبدا رحلة طويلة في جبال الأطلس ووديان سوس، واجه فيها الغول بوشكارة وهزمه بالذكاء. وفي كل بئر كيوصل ليه كان كيلقى ناس محتاجين. عاون عجوزة مقطوعة من شجرة وعطاته خصلة من شعرها كتحمي من البرد، وعاون راعي ضاعوا ليه غنمه وعطاه مزمار كيهدن الوحوش. بفضل فعل الخير جمع دموع الوفاء من قاع الناس اللي عاونهم ورجع للقصر، ولكن الدخول ما كانش سهل. الساحر غدران حط ليه حراس من جنود الظلام، لقى راسو في متاهة ديال المرايا اللي كتغويه بالذهب، ولكن بفضل خصلة شعر العجوزة حكاها على عينيه وبان ليه الحق، وهرس المراية ودق باب الحقيقة. ومن بعد واجه واد ديال النار وجبد مزمار الراعي وبدا كيهزف حتى نزلات حمامة بيضاء وفرشات جنحيها ودارت ليه قنطرة من نور. فاش وصل لغرفة منسية الساحر خيروا بين حياته وبين الخاتم، والغازي بلا تردد رمى الخاتم وسط نار الساحر. الخاتم ما دابش بل تحول لواحد الطير من نور حرق عباءة الظلام ديال الساحر. تمشى الغازي بتبات وقطر 7 ديال القطرات من دموع الوفاء على جبهة منسية، وفي القطرة السابعة بدات الأرض كتزلزل وانقشع الضباب والكحل، ومنسية حلات عينيها اللي كانوا كيشبهوا لنجوم الليل وشافت في الغازي وقالت ليه: كنت كنسمع عزفك في حلم وعرفت باللي النية هي اللي غتفك قيودي. في ديك اللحظة قاع الناس اللي كانوا حجر رجعوا لبشر، والملك المنصور رجع لعرشه، والساحر غدران تحول لغراب وطار بعيد. وقيمة أعظم برزة عرفها التاريخ المغربي. جابوا النكافات من فاس والدقة المراكشية بقات كتسمع 7 أيام، والقفاطن والمجادل كانوا كيلمعوا تحت الشمس. الغازي تزوج بمنسية، ومن ديك الساعة والمملكة كتعيش في أمان، والنية ولات هي العملة اللي كيتعاملوا بها الناس.
وهنا يا متابعينا الأعزاء كتوصل حكايتنا للنهاية. قصة الغازي ومنسية كتبقى عبرة لكل واحد فينا باللي مهما طال ليل الظلم لابد ما تطلع شمس الحق، وباللي النية الصافية هي الساروت اللي كيفتح كاع البيبان المسدودة. نتمنى تكون هاد القصة نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو ليا في التعليق شنو أكتر جزء عجبكم، وديروا لايك وبارتاجيو القصة مع أحبابكم. كانت معكم حفيظة، نتلاقاو في حكاية جديدة وبالسلام عليكم.